في مشاريع كتير بتقفل في مصر كل سنة مش عشان المنتج وحش، بس عشان صاحبها دخل يبيع من غير ما يعرف يعني ايه بيع اصلا. الناس فاكرة ان البيع يعني بوست حلو، اعلان كويس، سعر شكله لذيذ، بس الحقيقة محدش بيشتري كده في 2025. قبل ما تطلب من حد يشتري منك لازم تتعلم 3 حاجات. رقم 1، تتعلم تسأل عميل عن مشكلته مش ان انت تتوقعها. رقم 2، ان انت تتعلم ازاي تعرض عرض واضح، مش تقول انا بعمل كذا وكذا. تالت حاجة ان انت تتعلم ازاي تقفل البيعة من غير ما تحسسه ان انت زنان. اللي بيشتري دلوقتي مش بيدور على منتج، هو بيدور على حل. فابدأ اتكلم مع 5 عملاء محتملين ليك، اسألهم ايه مشاكلكم، ايه اللي جربتوه قبل كده وما اشتغلش. لو الكلام ده مش واضح ليكوا في دماغك يبقى انت لسه مش جاهز ان انت تبيع. اللي بيتعلم البيع الاول بيعيش ونفسه بيبقى طويل في السوق، اللي بيبدأ من غيره بيحرق وقته ومجهود وفلوس كتير لحد ما يتعلمه، وبعد كده بيرجع يقول اصل السوق وحش، الاقتصاد في مصر زي الزفت. بس الحقيقة ان احنا كلنا عارفين الكلام ده، بس انت ما اتعلمتش تعرض نفسك صح الاول.